السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر بسيط جدا يزيدكم قوة في البدن والذاكرة. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الأثر الذي ذكره المفسرون أن المولى عز وجل حينما كان عرشه على الماء، وكان هذا الكلام في بداية الخليقة بفضل الله سبحانه وتعالى، كان عرش الرحمن على الماء كما ورد في سورة هود: وكان عرشه على الماء. فاصطفى الله عز وجل 8 من الملائكة، أحجامهم وأشكالهم تختلف تماما عن كل الملائكة. وضح النبي صلى الله عليه وسلم يعني حجم هذه الملائكة بشكل لا يخطر على قلب بشر، كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ملكا واحدا من الملائكة 8 الذين يحملون العرش، وكل 8 نفس الشكل ونفس الحجم. قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى. معلوم أن الملائكة لها أجنحة، لكن حملة العرش لهم أرجل. قال: رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن. يعني اختصر لك الكلام كله، ما قالكش ان رجليه بقى شق، يعني بتشق طبقات الأرض ال7 معدية منها، وان هو معدي السماء الأولى والثانية لحد ال7 لحد سدرة المنتهى لحد الكرسي لحد ما وصل للعرش، وعلى قرنه عرش الرحمن. يعني حجم الملك ده لا يخطر على قلب بشر، حجم فوق الخيال، وال8 كلهم نفس الحجم. تخيل حضرتك، قال: رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن خفقان الطير من شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. يقول ذلك الملك: سبحانك ما أعظمك. فيقول جل وعلا: ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شوف ملك بالحجم ده وكم الخضوع والذل والانكسار، وهو يحني جبهته ويقول: سبحانك ما أعظمك. فيرد عليه الخالق سبحانه وتعالى يقول: ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ف8 ملائكة دولت بالحجم ده، حضراتكم متخيلين الحجم عامل إزاي؟ والله شيء يفوق الخيال. ومع ذلك لما أمرهم الله عز وجل أن يحملوا العرش ما استطاعوا. تخيلوا حضراتكم بقى مدى حجم العرش وعظمة العرش قد إيه، كما ورد في حديث آخر رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما السماوات ال7 والأرضين ال7 وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. الكرسي كما قال ابن عباس هو موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى. خدوا بالكم بقى، يبقى إذن ما السماوات ال7، لو جمعت السماوات ال7 والأرضين ال7 وما بينهما وعملت نسبة وتناسب ما بينهم وما بين الكرسي اللي هو موضع قدم الرحمن، هيكون كحلقة خاتم اترمى في صحراء. ما النسبة والتناسب ما بين الخاتم الصغير ده وما بين صحراء كبيرة؟ لا يوجد نسبة ولا تناسب، ما فيش أي مقياس أبدا في هذه المسألة. سبحان الله. بقية الحديث بقى: وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. حد ممكن يتصور أو يتخيل حجم عرش الرحمن؟ شيء فوق الخيال. ولذلك الملائكة قالوا له: سبحانك لا نستطيع أن نحمل العرش. فماذا قال لهم الله سبحانه وتعالى؟ قال جل وعلا: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فسيحمل العرش بحولي وقوتي. فقال 8 من الملائكة: لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوا عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك بقى قبل القيامة، قبل يوم القيامة عند النفخة الثانية في الصور، حين عند النفخة الثانية في الصور اللي هي نفخة الصعق،
تمام، حينما يموت كل من في الكون ويبقى الواحد الأحد سبحانه وتعالى، المولى عز وجل يرسل ملك الموت ليقبض روح حملة العرش. طب حملة العرش لما يموتوا من يحمل العرش؟ كما قلنا العرش يحمل بحول الله وقوته وليس بقدرة الملائكة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن حبايبي لما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فنحن هنا في هذه اللحظة ننخلع من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا بالله تعطيكم قوة ونشاطا في البدن والذاكرة. طب ليه الذاكرة؟ قال لك لأن العقل السليم في الجسم السليم بفضل الله سبحان الله. وبالإضافة إلى ذلك إن أصلا لا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة، وأيضا لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن كما روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح أن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة. وفي الحديث الثاني الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة؟ قال: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم. يعني حينما يقول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله يقول الحق سبحانه وتعالى: أسلم عبدي واستسلم. وهناك ذكر آخر أيضا يعطينا قوة عجيبة جدا في الجسد بفضل الله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم لما ذهبت إليه فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تطلب منه خادما يعينها على أعباء البيت، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إليها في البيت في المساء وكانت هي وعلي بن أبي طالب زوجها كان في الفراش، فلسه هيقوموا فقال: على رسلكم زي ما انتم. ثم قال: ألا أدلكم على شيء على كلمات، ألا أدلكم على خير لكم من خادم؟ كلمات كده هتقولوها ذكر معين أفضل لكم من أن أديكم الخادم. فقال: ألا أدلكم على خير لكم من خادم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله عز وجل 34 فذلك خير لكما من خادم. شوف قد ايه، يعني قبل ما ننام نقول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 34 مرة، ده أفضل من خادم. فكانت فاطمة بعد ذلك تقوم بكل أعباء البيت، لما تقول الذكر ده بالليل تصبح الصبح تقوم بكل أعباء البيت ولا تشعر بتعب أبدا. علي بن أبي طالب يذهب ويشتغل ويجاهد في سبيل الله ويفعل كل شيء ولا يشعر بتعب أبدا مع هذا الذكر، حتى قال لهم: والله ما تركت هذا الذكر أبدا. قالوا: ولا في ليلة صفين وانتم صابحين للقتال؟ قال: ولا في ليلة صفين. ما شاء الله. وهناك ذكر أخير أيضا يقوي الجسد بفضل الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الاستغفار. قال سيدنا هود عليه السلام لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. الله أكبر. يبقى إذن حبايبي نخرج من المقطع ده بأن في أذكار معينة تكون سببا في قوة الجسد والبدن والذاكرة. رقم 1 الإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله. رقم 2 الإكثار من الاستغفار. رقم 3 قبل ما ننام كل ليلة نقول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 34 مرة. الزموا تلك الأذكار وستجدوا صحة وقوة في البدن والذاكرة تحمد الله عز وجل عليها لآخر يوم في أعماركم. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.